انا اللي بشكرك، بس اسمح لي هعلق تعليقين ارجو ان احنا يعني انا بتكلم فيهم عشان يوصلوا لينا كلنا. زي ما انتم شفتم كده واحنا بنتكلم على الطرق اللي بتربط المينا اللي احنا بنفتتحه النهارده او اللي احنا بنفتح التطوير اللي بيتم فيه، وبين الطرق اللي بتوصل بين هنا سفاجة والطرق الاخرى المختلفه ليه. احنا بنتكلم في 300 كيلو، طريق 120 وطريق 180. انا عايز اقول لكم عشان بس الناس كتير اللي بتتكلم في موضوع اهميه احنا بنعمل ده كله ليه. احنا بنصرف الفلوس اللي احنا بنصرفها او الاموال اللي احنا بننفقها في تطوير مينا زي ده ليه. بننفق الاموال في طرق تربط المينا ده بالجنوب بالكامل ليه. ليه بننفق على طريق 300 كيلو عشان يصل بينا الى البوابة بتاعتنا او المنفذ البري بتاعنا في ارقين مع الحدود السودانية ليه؟ لان مش معقول ابدا انك انت تقول ان انا عايز اعزز التجارة مع السودان على سبيل المثال، او اعزز قدرة المينا هنا مينا سفاجة من غير ما اطوره واجهزه عشان يستوعب ده. ومش كمان مش معقول اعمل ده كله ومبقاش في طرق تربط المينا ده بالجنوب. انا بقول الكلام ده دلوقتي لان احيانا بنبقى محتاجين نأكد ده عشان في ناس بتحاول تقلل من العمل وتشكك فيه، وكأن ان احنا النهارده الدولة معاها اموال بتنفقها كده من غير تخطيط ومن غير رؤية للعمل اللي بتعمله. لا، العمل اللي احنا بنعمله ده الهدف منه ان احنا ننقل ونحول ونجهز بلدنا لمستقبل افضل. بس انا عشان كده قلت يمكن كانت فرصتي ان انا اتكلم دلوقتي على الطريقين بتوع سفاجة، بتوع هنا سفاجة، الطريق بتاع المنفذ البري. وعايز اقول لك حتى انت قلت المنافذ الموجودة، وفي منفذ محتمل فين؟ في جغبوب. لما يوصل الطريق بتاعنا لغاية الحدود الليبية الاخرى لغاية جغبوب، يبقى احنا هنبقى محتاجين نعمل منفذ اخر، وده امر تدرسوه. يبقى النهارده عندنا منفذ السلوم مع ليبيا ومنفذ جغبوب، ادرسوه اذا كان ده الطريق هيوصل لغايه هناك. مش كده؟ مش كده؟ طيب يبقى احنا محتاجين نقول هنعمل بقى منفذ هناك كمان ولا لا؟ لان احنا كنا عاملينه عشان كده. فانا بس حبيت اقول النقطه ديت. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم حضرتك فيها، من فضلكم بعد ما توصلوا في كل الكلام اللي هو ب 28 مليار جنيه ده لشكل نهائي، من فضلكم قبل ما تتعاقدوا الموضوع يتعرض عليا كله. يتعرض عليا كله قبل ما تتعاقدوا مع اي حد، سواء كان شركات منفذه او مستثمرين هتتعاقدوا معاهم. شكرا جزيلا. الموضوع مينا البري في جغبوب، احنا بالفعل في وزاره النقل عرضنا على سيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وخدنا موافقه مبدئيه، واحنا الان